السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا حبايبي في قناتي قناة قضايا اليوم. طبعا انتم متعودين مني ان انا على كل القصص اللي انا بجيبها لكم دي كلها قصص طبعا حقيقية من الواقع اللي احنا عايشين فيه. طبعا الغرض كله من القصة نفسها او من تفاصيل الجريمة هو ان الناس كلها تتعلم من تجارب الاخرين، وان احنا نبدأ نبعد عن اي حاجة ممكن تودينا لحدوث الجريمة. موضوعنا النهاردة موضوع حصل في 15 مايو في القاهرة، في أسرة بتتكون من أب ومن ولدين، وطبعا الأم كان متوفاها الله يعني رحمة الله عليها. الموضوع كان ما بين زياد وده الأخ الصغير وما بين أخوه الكبير وما بين والدهم كان بيحب جدا أخوه، يعني بيحب أخو زياد اللي هو الأخ الكبير، كان بيحبه، كان يعني بيتعامل معاه ان هو يعني ابنه الكبير بقى والبكري وكده، فهو يعني طبيعي اي اب بيحب اولاده، بس يعني هو كان بيحب اكتر ابنه الكبير ده، او بيميزه شوية. فاللي حصل ان هو طلب من ابنه الكبير ان هو يديله الفيزا، وكان بيروح يقبض له على طول. الاب كان بيروح يقبض لابنه على طول. فطبعا جه في يوم من الأيام زياد كان طبعا في كلية الحقوق، وكان خلاص يعني قدامه شهور، لأن طبعا دلوقتي احنا عارفين الترم التاني بدأ، فاللي هو شهرين 3 وتلاقي كل اللي في الكليات بقى هيتخرجوا أو كده يعني. فطبعا زياد كان محتاج فلوس، فراح يقول لوالده أنا عايز فلوس عشان أشتري حاجات معينة عايزها. وطبعا زي ما قلت لكم ان طبعا والد زياد قال له يا ابني انا مش معايا فلوس اليومين دول. قال له بس انت جبت لاخويا الكبير حاجات برضو. طبعا والده قال له انا ما كانش معايا، يعني دلوقتي حاليا انا مش معايا. طبعا زياد زعل وشاف في نفسه طبعا ان ازاي في تفرقة عنصرية ما بيني وما بين اخويا، ان اخويا يطلب حاجة هو يجيبها له، انا اطلب حاجة يقول لي الظروف ومش الظروف. فطبعا بدأ يشيل شوية شوية في قلبه. بعد كده جه عليه يوم راح أخد الفيزا بتاعت والده اللي بيروح يقبض منها المعاش، أخد الفلوس وأخد الفيزا وراح علشان يسحب من المكنة الفلوس. طبعا سحب كل حاجة موجودة هناك في المكنة اللي موجودة في الفيزا، كان حوالي 50,000. طبعا بعد كده رجع راح اشترى لبس، اشترى طبعا طقمين من كل حاجة، واشترى شوزات واشترى حاجات لنفسه، وقال انا كده كده اصلا يعني خلاص التخرج بتاعي خلاص السنة دي، فلازم شهيص نفسي يعني من الآخر. بعد كده رجع لقي والده بيقول انا مش لاقي الفيزا بتاعتي، فقال له مش عارف دور عليها يمكن في جيب بنطلون ولا حاجة. المهم راح يحط الفيزا بتاعته بشكل بحيث ان هو ما يكونش واضح ان هو اخد الفيزا دي. فعلا والده لقي الفيزا. بعد كده راح علشان يقبض بيها القبض اللي هو بتاع اخر الشهر. بعد ما راح عشان يقبض بيها لقي ان الفلوس كلها مسحوبة، كل الفلوس مسحوبة من الفيزا. طبعا استغرب مين اللي اخد الفيزا دي ومين اللي سحب بيها الفلوس دي. بدأ فعلا يروح البيت ويسترجع نفسه، طب ايه اللي حصل. المهم عرف فين وفين ان ابنه هو اللي اخد الفلوس دي واخد الفيزا وراح سحب بيها الفلوس بتاعته. طبعا الراجل اتصدم، طبيعي زيه زي اي اب هيزعل وهينهار وهيزعق لابنه. طبعا طلب من ابنه ان هو يعرف ايه اللي حصل بالظبط. ابنه طبعا بدأ يسترجع شجاعته شوية وقال له انا فعلا اخدت الفيزا بتاعتك ورحت سحبت بيها الفلوس، لان انا شايف انك انت يعني مفضل اخويا عني بكتير. طبعا والده زعل جدا وقال انا مش بفرق بينكم، هي صدفة، انا ساعات بيبقى معايا فلوس بدي لاخوك على حسب احتياجه وانت نفس النظام، لكن مش قصة ان انا بعمل كده معاك او مضطهدك. طبعا شدوا مع بعض. فطبعا زياد والده دخل اخد السكينة وقال له لو ما طلعتش من هنا مش هيحصل لك كويس، وزعق معاه وانت لا ابني ولا اعرفك. طبعا المشكلة حصلت ما بينهم، وطبعا الشيطان دخل ما بينهم. راح زياد وهو بيضرب والده اخد السكينة وقعد يضرب في والده كذا طعنة، وطبعا اتعامل بكل دم بارد. وبعد كده
أخد نفسه وراح الكلية الصبح عادي ولا كأن في أي حاجة حصلت. طبعا الحوار اللي حصل وقصة المشاجرة دي كانت أصلا بالليل. الصبح بدري هو راح الكلية بتاعته ورجع ولا كأن في أي حاجة. وبعد كده لما لقي طبعا يعني الجثة موجودة على الأرض، اتصل بيه البوليس وحاول إن هو يوضح إن طبعا جه لقي والده مرمي بالشكل ده. طبعا أخوه برضه جه وكده بدأت التحريات تحصل والمباحث طبعا تبحث عن الموضوع. لقيوا إن طبعا في بصمات وفي الكلام ده كله. طبعا زياد خلاص اعترف بيه إن هو قام بالجريمة دي واعترف بكل شيء. طبعا لما اتحقق معاه قال لهم ان والدي ما كانش بيحبني، ما كنتش حاسس منه بالحنية زي ما كان بيحب اخويا الكبير وكان بيعطف عليه على طول مش زي. طبعا في وسط دهشة المباحث والكلام ده كله، طبعا في وسط الدهشة دي والمباحث، يعني المباحث نفسها استغربت جدا ازاي انت شاب وفي اخر سنة في كلية الحقوق وعارف ايه اللي ليك وايه اللي عليك، ازاي تعمل جريمة بشعة بالشكل ده. في الحقيقة يا جماعة فعلا الموضوع يعني بجد والله يعني في غاية الدهشة، إن إزاي شاب زي ده بيفكر التفكير ده. يعني إيه مثلا أنت تعمل كده في والدك نفسه؟ يعني مفيش حد يقدر يعمل كده في والده، في الأول وفي الآخر ده أب، يعني أكيد بيحبكوا انتوا الاتنين زي بعض. وبرضه كلامي يا جماعة موجه للأمهات والأبهات اللي هم ساعات بيحسوا بحب من ناحية طفل معين أو ناحية شاب معين من أولادهم. ما ينفعش، لازم يبقى المعاملة بالمثل. لازم لو هتدي لده بوسة تدي لده بوسة، لو هتدي لده فلوس تدي لده فلوس، عشان ما يحسوش إن في تفرقة عنصرية في الموضوع. بس طبعا الموضوع مهما يوصل ما ينفعش إن واحد يقف ضد أبوه ويقف له بالسكينة ويتعامل معاه بالشكل ده، ما ينفعش. احنا للأسف لازم نرجع لديننا ونرجع لقرآننا ونرجع لإسلامنا الحقيقي ونعبد ربنا حق عبادته ونتعلم الأخلاق من جديد والدين من جديد. لأن اللي بيحصل ده بصراحة يعني حاجة غريبة، إن واحد يقف ضد أبوه بالشكل ده ويمسك له سلاح أبيض ويحاربه بالشكل ده ويدمره بالشكل ده. فصدقوني احنا فعلا في عالم يعني دلوقتي ربنا يستر علينا بجد والله، ربنا يستر علينا من اللي بنسمعه على طول. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.